عقبك العودة للعنابي؟ الله يبارك فيك كابتن حازم وبارك في الحضور، ومتشكر جدا على الاهتمام. والاصابه بسيطه الحمد لله، والحمد لله دي كره القدم. اعتقد ان النهارده كانت مباراه حلوه فيها 6 اهداف. طبعا كنا نتمنى الفوز، كان ممكن في اخر دقيقه احنا نحقق الفوز، وكان يبقى حاجه طبعا حلوه لينا ولجمهور الزمالك. ودي كره القدم وارد فيها الفوز والخساره والتعادل. ماذا قلت بعد احرازك للهدف في مرمى الاهلي؟ والله كان هديه من عند رب العالمين طبعا ليا النهارده في مباراه كبيره، ومباراه طبعا ضد فريق السابق اللي لعبت معاه ال6 شهور اللي فاتت والسنه اللي فاتت. فطبعا والجو جميل ومباراه جميله ومباراه كبيره، اي لاعب يتمنى يسجل فيها، وده كان شكر رب العالمين طبعا. قابلت ميتسو؟ عايز احييه قبل ما تتكلموا عن برونو ميتسو. من 5 دقائق ماذا قال لك؟ والله هو سعيد جدا النهارده، وكان مبسوط من يعني الجو المباراه والجو الجماهيري الكبير اللي كان موجود في الملعب. وطبعا يمكن انا لسه كان معانا، خرجت من المكالمه على ان طلبتوني طبعا وما قدرش ان اتاخر عليكم، ومتشكر باهتمام كابتن حازم. يعني انت هتعود للمنتخب قطري قريبا، واضح يعني؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن طارق يحيى تريد؟ انا بس عايز احييك يا ياسر. ازيك يا ياسر؟ طارق يحيى معاك. الله يبارك فيك يا كابتن، متشكر. انا بس عايز احييك على يعني رد فعلك بعد الهدف، لان عاده كابتن حازم لما بيبقى حد في نادي مثلا سايب لعيب او حاجه فبيعمل اشارات بيثير بيها بعض الجماهير او بيثير بيها. فانا بحيي ياسر، ودي اخلاقيات عاليه جدا. بعد الهدف ما حاولش ان هو يعمل اي تعبيرات بايديه او بوشه لاي حد من جهاز الفني النادي الاهلي. فانا بحييه على اخلاقياته العاليه، ودائما وابدا كده زي والده بالظبط. انا بعرفه جيدا كابتن ياسر، هو شخصيه محترمه جدا. كابتن ياسر طمنا على الاصابه بس. والله هو جالي شد في السمانه وكان اكتر في العصب الوتر. فطبعا حصل من بعد ثلث ساعه اول مره حصل فيها كملت عادي، بعدين جه تاني. فطبعا في المباريات الكبيره زي دي ما ينفعش ان انا احمل على نفسي اكتر، الافضل ان ينزل لاعب